ماما يا ستي بتتاجر فيه. فاكرين لما كنت بقول لكم لو عندكم اي مشكله في بشرتكم مش عارفين تعالجوها لفتره مؤقته او لسه عايزين تكشفوا او تاخدوا خطوات والستبس، استخدموا دايما غسول يكون ابن ناس، متربي، جنتل، كيوت، طيب كده على البشره عشان ما يعملناش مشاكل اكتر. مفيش اطيب ولا احن من الكلينزر ده. مفهوش صابون، مفهوش بارابين، مفهوش سيليكون، مفهوش الكحول، مليان مضادات اكسده زي فيتامين اي وفيتامين سي. وفيتامين اي ده اقوى مضاد اكسده موجود، فلو انتوا بتعانوا من اكسده البشره ده هيبقى تحفه معاكم. هيالورونيك اسيد وسيرامايد علشان يرمموا لك طبقه الجلد ويدوها الترطيب اللي انت محتاجاه، فيبقى بينضف لك وشك كويس ومش بينشف الوش، سايبه مترطب، بيرمم طبقه الجلد من غير مشاكل. ويركزوا لي على من غير مشاكل عشان في كميه كلينزرز في السوق بجد يا جماعه بتعمل مشاكل اكتر ما هي ما بتحل. وجلايكوليك اسيد، وده من احد الاحماض اللي بتعمل زي تقشير لطيف للجلد عشان يشيل كل الطبقات اول باول وتحسوا دايما ان جلدكم ناعم. هما نفسهم معترفين ان هو جنتل فور اول سكين تايب، جنتل طيب كده مش هيعمل مشاكل.